كنا وصلنا لمراحل كده معيّنة برضه فيها شَك إحنا هنكمّل والّا لأ. مش أنا كنت باصحى 10 الصبح؟ طبعًا. ممكن نسمع؟ أنا مش عايز العضو ده جنبي. طيب دلوقتي إحنا شُفنا الإعلان التسويقي للفيلم الوثائقي بتاعكم وبيحكي عن رحلتكم الفنية، فإيه الدوافع ورا إنتاج الفيلم ده أو إن أنتم تبيّنوا رحلتكم؟ والله إحنا بعد 20 سنة مع بعض عملنا حاجات كتير أوي، يعني عملنا أغاني وسافرنا واتخانقنا وعملنا حفلات، عملنا حاجات كتير أوي، غيّرنا 3 استوديوهات والّا 4 استوديوهات في ال20 سنة، فحسينا في وقت إن إحنا عايزين نحط ده بشكل حاجة الناس تقدر تشوفها، نقدر نحكي لهم حكايتنا ويحضروها معانا، فحسينا الألبوم الخامس هو حاجة مثالية إن إحنا نشرح لهم إزاي بنعمل المزيكا، وفي نفس الوقت نحكي لهم قصة الفرقة ابتدينا إزاي وعملنا إيه والمراحل اللي عدينا بيها كلها. وكمان الألبوم الخامس كان فكرته إن إحنا هنشتغل زي ما كنا بنشتغل زمان، اللي هو لايف في الاستوديو بنلعب مزيكا مع بعض وبنطلع المزيكا واحنا قاعدين مع بعض، فحسينا ده أنسب وقت نحكي فيه قصة. إحنا بدأنا كده بالظبط، كنا بنقعد نلعب مزيكا مع بعض في الاستوديو ونطلع أغاني. ده كان الدافع، حسينا إن هو الناس تشوف إحنا بنعمل إيه. طب وإزاي يعني اتعاونتوا مع المُخرج أمير الشناوي في توثيق الرحلة دي؟ يعني إيه أكتر لحظة حبيتوا تركّزوا عليها في الفيلم؟ أمير نعرفه من زمان وعارفين إن هو في الحتة بتاعة الdocumentary ديّة يعني بيبقى ليه رؤية، وكونه يعرفنا فيقدر يعني يشوفنا من برّه، إحنا محتاجين حد برضه يشوف الموضوع من برّه عامل إزاي، إحنا ما بنبقاش بنبُص من جوّه. بالضبط، يعني ما بقاش عمرنا ما شُفنا نفسنا على الstage مثلًا، عمرنا ما شُفنا نفسنا وإحنا قاعدين مع بعض، فأمير عشان يعرفنا وعشان متخصص في الحكاية ديّة، فقدر يوثّق بقى لحظات بقى كتير يعني. وبرضه عشان عارفنا كويس فهو كان سايبنا براحتنا خالص، احنا بنصحى من النوم هما بيصوروا، انا في اوقات ما بقاش واخد بالي ان احنا بنتصور اصلا، فهو صوروا فعلا الحياه ان احنا الاسبوع ولا ال10 ايام اللي قعدنا نشتغل فيهم هما كلهم متصورين واحنا مش حاسين. في حاجات اتفاجئت لما شفتها ما كنتش اعرف ان هي اتصورت اصلا، يعني حاجات من اليوم العادي واحنا عايشين واحنا بنشتغل، بنقفش على بعض، بنهزر، حاجات كده. وكمان الدوكيومنتري بيتكلم على الألبوم ده في مسار إجباري، هو ما بيتكلمش على رحلة مسار إجباري كلها، هو بيتكلم على إزاي عملنا الألبوم ده، والرحلة بقى اللي قبليها كان فيها حاجات كتير وتفاصيل كتير قوي حبينا نطلعها، لكن هو التركيز على إزاي فرقة قعدت مع بعض تعمل الألبوم بتاعها، ومن أول ما ابتدوا المزيكا لغاية ما المزيكا طلعت للناس. طب وطبعًا الفيلم هيبيّن لقطات من ورا الكواليس الألبوم الجديد صح؟ هو كله قايم على فكرة الكواليس، يعني الbehind the scene، وهو أمير كان بيصور بتكنيك الريل تي في، رجوعًا لكلام أيمن، إحنا كنا بنفتح أوض النوم نلاقيه في وشنا، الساعة 10 الصبح تلاقيه مش أنا كنت باصحى 10 الصبح؟ طبعا. حسيت إن أنا كداب أوي صح؟ يعني بتصحي من النوم تلاقي الكاميرات في وشك واحنا دايرين لحد ما بندخل ننام تاني الفجر تقريبا، فهو كان ماشي بتكنيك ريل تي في طب وإيه الرسالة اللي عايزين توضّحوها أو توصّلوها للجمهور من خلال الفيلم؟ يعني لا في message معيّنة نِفْسك الناس تكتسبها بعد الفيلم؟ بصي، هو الفيلم بيوضح البروسيس بتاعت المرحلة اللي احنا بنعدي بيها لغاية ما نسجل، وبيوضح احنا بنختار الحاجات ازاي، وبيوضح احنا بنعمل المزيكا ازاي. افتكر ان هو الرسالة ان احنا ندخل الناس وسط المطبخ بتاعنا عشان يشوفوا احنا بنعمل المزيكا ازاي، ويعني يدوقوها بالشكل اللي احنا عايزين نطلعها بيها، مش بشكل السوق او الدنيا ماشيه ازاي او الترند ماشي ازاي. احنا بنحاول نعمل حاجه مع نفسنا وندخل الناس في وسط المطبخ بتاعنا يعني. ألبوم ما بقيتش أخاف دلوقتي بيجي بعد 7 سنين بعد ألبوم، فإيه التحديات اللي واجهتوها وقت ال7 سنين دول عشان تطلعوا بألبوم جديد؟ هو ما فيش تحديات، بس هو كان في singles في النُص، كان في singles وكان في حاجات لمسلسلات وكان في نُص الحاجات، لأ يعني كان في تحديات، ساعات بيبقى في creative block كده، ممكن الدنيا مقفولة شوية، رتابة الحياة، الدنيا شغالة، السوق كله شغال singles، فإحنا ماشيين معاه في السكة دي، بس هو ده يعني في الآخر في الألبوم ده إحنا قُلنا مش هنعمل كده يعني. إيه اللي خلاكوا اللي هو إيه المختلف المرة دي إن الألبوم ينزل على أجزاء؟ واحنا عاملين 12 اغنيه، أوكي. فطبعا ان احنا ننزل 12 مع بعض ده كتير، يعني احنا عايزين الناس تلحق تسمع الاغاني وتاخد عليها وتسمعها كتير وتركز معاها وكده،
فقررنا ان احنا هنقسمهم. ولما جينا نقسم الاغاني برضو قررنا ان اول جزء ده يبقى جزء شويه فيه امل وتفاؤل، لان احنا عايشين في منطقه فيها حروب حوالينا وفي احداث كتير قوي بتحصل، فحبينا ان احنا اول جزء يكون فيه حته بوزيتيف كده. فكنا قاصدين نعمل ده، وبعد كده مش مقسميها توبكس قوي بصراحه، بس الحاجات مختلفه، كل مجموعه مختلفه عن اللي قبلها. شايفين ازاي التطور في الالبوم ده عن الالبومز القديمه قبل كده؟ البروسيس اللي احنا عدينا بيها كلها دي زي بالظبط ما كنا ابتدينا في الاول. اول ما اتعرفنا على بعض كلنا وكنا بنخش الاستوديو، انا عندي فكره معينه وبعدين الشاب يروح واخدها عامل فيها حته، يروح حافظ مغير الكوردز، يروح توسي مطلع فكره تانية، يروح ايمن لاعب. البروسيس دي نفسها كانت ممتعه جدا، ودي اللي كنا بنعملها في اوائل بداياتنا. بعد كده بقينا كل واحد قاعد في البيت بيروح باعت للتاني والتاني يروح مسجل ونجمعهم على بعض. البروسيس دي خلتنا نحس ان هو لا، المزيكا هي مش ساندوتش في ماكدونالدز يعني او في ساندوتش برجر. احنا عايزين نقعد نحس بالموضوع مع بعض، لان كل تفصيله من دول تفرق كتير قوي. وفي حاجه مهمه كمان في الالبوم ده، انه الموضوع طالع بسيط، يعني طريقه الشغل نفسها بسيطه. زمان كنا بنعمل ايه، بنجود قوي. زمان فعلا كنا بنجود قوي، اوقات التجويد بيبوظ. دلوقتي اكتشفنا في الالبوم ده انه كل ما الموضوع بقى ابسط، افكت بسيط في الحته دي. الغنى مش عارف هو هاني طريقته هيسجل كام تراك بابعاد عامله ازاي، بهارموني، بسكندز، يعني اللاينز بتاعت اصوات تانية، الجيتارات صوتها، هيبقى الموضوع كان سهل كده بسيط الحمد لله. طب دلوقتي اغنيه بنتكلم مع محمود التهامي، ازاي جه التعاون ده؟ يعني تعاونتوا معاه ازاي واثر ازاي على شكل الاغنيه؟ بصي، محمود التهامي لقيته في مره باعت لي مسج كده، مش فاكر في ايه، يعني حاجه في السوشيال ميديا، لقيته باعت لي مسج بيقول لي يا اخي مش هنعمل مع بعض حاجه بقى وبتاع. قلت له ده احنا نتشرف. تعالى يا محمود، طب نتقابل مع بعض في الاستوديو. جينا قاعدين فبنسمعه الاغنيه دي، فراح مغني على طول. يعني في ساعتها غنى قبل ما نتفق هنعمل ايه، وجي غناها تاني الحقيقه، بس اول مره كانت احلى. فثبتنا الأول مرة دي وكملنا الأغنية بالشكل ده. وإن شاء الله يعني هيبقى بينا كذا حاجة قريب إن شاء الله يعني. طب وأغنية بامبي حسيت إن هي مختلفة شوية عن أي حاجة قدمتوها قبل كده، فإيه اللي يعني ألهمكم للون ده بالذات؟ يعني اشمعنى اللون البامبي؟ هو نفس تامر مهدي، المخرج تامر مهدي هو اللي كاتب، كان هو اللي كاتب فكرة، وهو اللي كاتب بامبي، وهو بعتها قبليها وبعتها من زمان. هو بعت الكلام بقاله سنه، يعني هو هاني وريها لي وحاولنا فيها وقعدنا سنه، وبعدين هي طلعت كده. وبعدين مش فاكر واحنا قاعدين قلنا احنا عايزين نزفرها، فجت فكره الترومبت ان احنا نجيب السواح ويسجل الترومبت وهي كلامها خفيف. يعني هي الناس الكومنتس، هاني ممكن يقول لك كومنتس كده، في ناس تقول لك دي بدل صباحك، وناس تقول لك دي بدل هي بصي، هو الحمد لله، يعني الحمد لله حاجه يعني مبسوط بيها جدا. تامر مهدي طبعا، تامر مهدي مخرج كبير احنا كلنا عارفينه، بس هو بقى عنده الجانب التاني ان هو بيكتب كلمات، والحمد لله ان هو لما بيكتب كلمات بيروح باعتها لي على طول. يعني هو في ثقه كده لذيذه كده ما بيننا وبين بعض. فالاغنيه دي اول ما بعتها لي كنت مستغربها واسم بامبي وكده، بس كلماتها حلوه قوي. فلما سمعتها للشباب لا اتبسطوا جدا الا صيام مش على الكلمات عشان يعني المود ده نفسه بس هو مؤخرا حبها الحمد لله بقى. تامر صاحبنا وصديق للباند عامة، يعني سواء في شغل او لا، واحنا بنعتز بيه جدا يعني. وتجربة فكرة كانت هايلة بصراحة. أيوة. واحنا نحبه يبقى معانا في كل ألبوم وفي كل كولابوريشن يعني. لا بس هي فعلا مختلفة. ايه رأيك؟ مختلفة. ايه رأيك؟ لا من قلبي تامر طبعا صاحبنا جدا وشاعر جميل يعني. انا طبعا لما سمعت اغنيه قدها وقدود حسيتها يعني اغنيه فيها رساله لكل شخص بيواجه حاجات صعبه. هل الاغنيه دي مستوحى من موقف معين او حاجه حسيتوها؟ هي زي ما انت بتقولي، كل اللي بيسمعها بيقول يعني كأن حد بيقول للتاني معلش او طبطب عليه. هي كل الناس حاسه بيها، لان الظروف ملخبطه في الفتره اللي احنا فيها، يعني في احداث كتير حوالينا،
فكل اللي بيسمعها بيحس بالحته دي، ان هو طيب يعني شويه امل كده يعني. هي الفكره في الامل اللي هي في اخر الضلمه خالص في طاقه نور، ويعني هو التعليق الكومن اللي بيجي انها جت في وقتها. كل حد يبعت لي مثلا، انا يقول لي الاغنيه دي نزلت في وقتها، فواضح ان الناس عندها مشاكل كبيره جدا يعني. لا هي جت في وقتها فعلا، عشان في حاجات كتير قوي بتحصل اليومين دول في الدنيا، فالاغنيه دي اللي هو فيها امل كده، عكس اغاني كتير كلها جراحه الفترة دي. لا احنا هنديكوا يا عم، احنا موجودين عشان هي كمان في كلام مصري قوي، عارفه يعني عشمنا في ربنا دايما خير، بننام وبتصبح محلوله. كلمتين مصري قوي كلنا حاسينهم، كلنا فاهمينها. كلمه قدها جاي حد وبعدين زي ما احنا شايفين يعني الدنيا نفسها ممكن فهي الفكرة ان احنا حبينا نقول كده في اول السنة، عشان احنا مستبشرين انها تبقى سنة خير ان شاء الله، وان الدنيا تبقى حلوة، فعشمنا في ربنا دايما خير، بننام وبتصبح محلولة. وهو ده اللي احنا كنا عايزين نقوله قوي. طب وايه اكتر اغنيه حاسين ان هي بتتكلم عنكم في الالبوم ده؟ لسه ما نزلتش بقى. لسه ما نزلتش. الهيد اللي هي مش الهيد، الهيد اللي هي اللي الاغنيه الالبوم باسمها ما بقتش اخاف. انا بشكل شخصي كواحد من الخمسه يعني هي بتلمسني جدا يعني. احنا كمان يعني مش انت في ايدك مايك؟ انا قلت لك لا. انا حشت عنك حاجه. انا كمان بشكل شخصي. بس الاغنيه دي كنا عاملينها من فتره وعارفين ان هي مختلفه وفيها طاقه كده معينه اللي بيسمعها، فلا كنا مستنيين يجي وقتها، وانا شايف ده وقتها فعلا يعني. بالنسبة لي بصراحة كل الأغاني كل واحدة فيهم بتتكلم على موقف معين حصل. في وحشني صوتك نازلة، اغنيه حلوه قوي دي اغنيه حلوه قوي. في مثلا انا بالنسبه لي زهقت برضو، فما في حاجات بحس بيها. كلهم الحقيقه يعني كل واحده فيهم لما بنقعد نسمعها بنفتكر موقف معين حصل لنا او احساس معين احنا كنا فيه. فالالبوم ده كله بيتهيالي بيعبر عننا قوي، يعني بالحاجات المبسوطه فيه، بالحاجات اللي متضايقه. طب ومع احتفالكم ان عديتوا 20 سنة مع بعض على تأسيس الباند، ايه اكتر لحظة فخر عشتوها خلال المسيرة بتاعتكم؟ انا بحب حفله ال10 سنين جدا مثلا، بنبسط بيها جدا. هي احلى لحظات كلها على الستيج. على الستيج يعني دايما بنطلع على الستيج، دي احلى لحظات في حياتنا. وهل في اي حاجة في الاول خالص مثلا اول شعور انا اول حاجه جات لي في دماغي لما كلمه 20 سنه دي، اولا هو ايه ده 20 سنه؟ هو احنا بقالنا 20 سنه بنلعب مزيكا ومع بعض. بعدين افتكرت اول ما ابتدينا خالص وكناش عارفين احنا هنكمل سنه ولا لا اساسا. كنا يعني ما كانش في دماغنا ان احنا ممكن نكمل 20 سنه ولا 5 سنين حتى. هي لما قلت له نعمل حفله 20 سنه اتخض وقال لي لا 20 سنه ده رقم كبير، لا مش هنعمل ده. الموضوع كان يخض شويه لينا كلنا. انا فاكر كويس في الاستوديو الاولاني خالص في اسكندريه، قبل حتى من سامي مسار اجباري، كنا جبنا ميكروفون كده كوندنسر، وهو المكان كانت اوضه معزوله كويس، وايمن كان جاب الكمبيوتر، وهاني كان جرب يسجل. اول حاجه كانت اهو ده اللي صار. فاول ما سجل فكره عجبتني، واحنا في استوديو نقدر نسجل في اي وقت، يعني دي حاجه يعني وقتها ما كانتش يمكن متاحه قوي. فقلنا خلاص احنا قدامنا بقى فرصه ان احنا اي فكره نعملها نكمل فيها. انا فاكر الوقت ده كويس، وده سبب من اسباب ان الاستوديو دايما مهم بالنسبه لنا، لان هو بيجمعنا وبنقدر ان احنا نقضي فيه وقت مع بعض، بنقدر عيلة بالظبط كده. طب وايه الخطط المستقبليه لمسار اجباري بعد الالبوم وبعد الفيلم؟ المفروض بعد الالبوم على طول في حفلتين، اللي هي ريليس الالبوم اسكندريه 14 فبراير والقاهره 21، والمفروض بعد رمضان بقى في جوله اوروبا وامريكا ان شاء الله. طب في اي حاجه تانية؟ اي قلق كده، اي حاجه؟ احنا حصلت في ال20 سنه حاجات كتير، بنكبر وبنتغير وكل واحد بيفكر بشكل ممكن يبقى غير التاني وكده.
آه، انا مش عايز العضو ده جنبي، انا عايزه يبعد عني العضو ده. بقول لك ايه معلش، بدون قطع كلام هاني، احنا 20 سنه برضو بجد بنتفاجئ لان احنا في دينايل بنضحك على نفسنا. فاكر الاغنيه اللي عملناها من 4-5 سنين صح؟ فاحنا لما جينا نشتغل ونعمل حفله، ففعلا رقم 20 سنه ده اللي هو ايه ده بجد، فهو احنا واجهنا الحقيقه يعني. بس سبب من الاسباب اللي احنا نعمل كل ده في الالبوم ان احنا كنا وصلنا لمراحل كده معينه برضو فيها شك احنا هنكمل ولا لا بصراحه. مش بقفش مش باي حاجه، بس فكرنا نفسه اتغير. تساؤلات بقى تساؤلات شخصية كتير يعني. بالظبط. فاللي احنا عملناه في الالبوم ده ان احنا طلعنا كل الطاقه اللي جوانا عشان هل احنا هنكمل ولا لا، احنا مبسوطين بده لسه ولا لا. والحمد لله. هو عودة لسؤال بنفخر دي، انا برضو يعني مبسوط قوي من فكرة ان احنا عدينا بابس اند داونز كده، مادية ومعنوية وفي اوقات كده خاصة الكام سنة بتوع الكورونا دول كانوا غامقين كده، فده يدعو للفخر. غير موضوع الستيج، غير ان احنا بنطلع على الستيج حاجة تانية يعني، على قد كل المشاكل اللي بس بتبقى إن انتوا موجودة. قدرتوا تعدوا بكل ده مع بعض. ده فعلا حقيقي من غير تفاهة ولا ضحك يعني. بجد يعني، لا ده مدعاة الفخر طبعا يعني. هو عادة يعني في الفرق عموما اللي احنا بنسمعها هي بيقعدوا مثلا حوالي 10 سنين، واحنا التساؤل ده جالنا لما كان بقالنا 10 سنين. يعني المتعارف ان الفرق بتقعد 10 سنين، بعد كده ممكن يكملوا بس من غير انتاج حقيقي. فاحنا كملنا بعدها لحد 20 سنة، وعند 20 سنة يعني بعد ما المشاكل ديت او الموضوع ده ابتدى يمشي، يعني ابتدى يتصلح، يعني التعاملات وطريقة الشغل وكده، حاسين انها بداية جديدة بصراحة، خصوصا مع الالبوم الجديد، مع الاستوديو اللي احنا استقرينا فيه دوت اخر حاجة. فما كانتش نهاية يعني، حسينا ان احنا يعني طب يلا بينا يعني، لسه بنقول يا هادي يعني عارف، عندنا طاقة كده ان احنا نكمل لان في حاجات كتير ممكن تعمل لسه. وهل شايفين ان حصل تطور خلال ال 20 سنة اللي فاتوا في الاغاني الاندي عامة في مصر؟ اصلا خلي بالك ان النجوم الكبار الكوميرشال بتوع السوق هم نفسهم بقوا مستقلين يعني يعني. طريقه انتاج، يعني طيب طريقه هم إنتاج. عملوا نفسهم شركه انتاج، يعني احنا مسار اجباري الكيان القانوني بتاعها شركه انتاج برضه، فهم بداوا يعملوا كده فعلا دلوقتي. وعايز اقول لك يعني احنا اول ما ابتدينا كان في نوع معين واحد بس هو اللي موجود في مصر بيتعمل. يعني نقدر نقول مثلا حد زي عمرو دياب. طبعا جميل يعني، مش قصدي حاجه، بس قصدي ان الفرايتيز ما كانتش موجوده، الاختلافات ما كانتش موجوده، ما كانش فيه راب، ما كانش فيه روك، ما كانش فيه عارفه كل الحاجات دي ما كانتش موجوده. فانا كان كل املنا ان احنا لما نبتدي المزيكا ان يبقى فيه كل الانواع موجوده، واللي عايز حاجه يحبها يعملها. وده اللي حاصل دلوقتي بقى في عمرو دياب، وفي تامر حسني، وفي كايروكي، وفي مسار اجباري، وفي راب، وفي تراب. يعني أيوة. الموضوع بقى متنوع، في حاجة. فطبعا الموضوع اتطور كتير يعني. بقى فيه الالوان كتير يعني. أيوة. يا حبيبي كده اول ما بدانا في الفتره دي كان البوب هو في مجموعه ملحنين معروفين جدا بيعملوا مزيكا حلوه قوي، ومجموعه موزعين معروفين جدا بيعملوا توزيعات حلوه جدا، والمغنيين بيختاروا منهم وبيغنوا. فالحاجات شويه انا في وقت كنت بسمع اغاني انا ممكن اعرف ان ده توزيع فلان، ما اعرفش مين اللي بيغني بس عارف ده توزيع فلان من كتر ما هو بس ما كانش فيه كاركتر لكل حد من اللي بيغنوا. دلوقتي لا، شبه بتسمعي بعض. كايروكي تعرفي كايروكي، بتسمعي مسار اجباري عارفه مسار اجباري، بقى فيه شخصيه. ايدنتيتي اكتر وتنوع. ودلوقتي حتى مثلا في الحاجات الجديده بنسمع مثلا في التراب بقيت بعرف ده فلان وده فلان، بقى كل واحد عنده شخصيه لان بقى كل حد عنده التولز بتاعته اللي بيتحرك بيها. زمان ما كانش فيه كده، الموضوع كان صعب قوي. حفلة مسار اجباري غير مثلا حفلات الراب، غير المهرجانات، وغير بس بصفة عامة الصناعة دي اتطورت، واحنا من الناس او يعني الجيل بتاعنا اللي هو حاول يطورها، لان احنا كنا شفنا حاجات سواء فيديوز او شفناها بره، يعني حبينا الموضوع ده يتطور بحيث تبقى تجربة لذيذة، الناس يحضروا عرض كبير بصوت كويس بإضاءة كويسة ويسمعوا مزيكا يحبوها. النوع دوت من الصناعة يعني بصراحة ما كانش موجود زمان، واتطور وبقى دلوقتي كويس. جيلنا احنا مثلا في 5-6 مهندسين صوت طلعوا بدأوا معانا فعلا، يعني بدأوا مع وسط البلد ومسار إجباري وكايروكي في بدايات الألفينات يعني.
ودلوقتي بقوا اجمد مهندسين صوت في الوطن العربي على فكره، مش في مصر بس. وحتى في الحفلات كمان البوب بقوا جامدين. وطبعا السعوديه وموسم الرياض، ويعني احنا بنكلمهم ما بنلاقيهمش اساسا دلوقتي. الاضاءه، التكنيشنز، الساوند تكنيشنز، اللايت تكنيشنز، كل تنظيم الموضوع ابتدى يتطور. مين اكتر حد فيكم بيتاخر على البروفات؟ النهارده انا مستني توسي. خدوا مني المايك. يعني النهارده في واحد جه متاخر حد- نص ساعه كان قافش ان حد متاخر اكتر ما مني. حدش انا جاي قافش توسي. انا مستني توسي النهارده. توسي هو الوينر النهارده. انا وتوسي بنتنازع على هذا اللقب عامه في موضوع التاخير. بتعاقبوا الشخص اللي بيتاخر ازاي؟ لا احنا اللي بنتعاقب بصراحه. خلينا كده نتغلط. طب لو كنتم مش موسيقيين تفتكروا كنتوا هتشتغلوا ايه؟ يعني مفيش باشن بره المزيكا؟ انا كنت عايز ابقى لعيب سكواش بصراحه لو ما كنتش، بس كان خلاص تو ليت بقى، انا اتاخرت جدا ان انا كنت اعمل كده، فالمزيكا انقذتني الحمد لله. لا انا مش عارف، ما اتصورش نفسي في حاجه تانية بصراحه. طب وايه اكتر موقف محرج حصل لكم على الستيج؟ انا في مره كنا بنلعب في حفله في عمان، وقاعد بلعب على الكيبورد، فجاه الستاند بتاع الكيبورد اتفتح والكيبورد وقع وانا بلعب، واحنا في عمان. كان طارق النصر طلع لحق معايا ستيج. طارق النصر يعني من اهم الميوزيشنز اللي في الاردن، كان جنبنا فطلع لحق معايا، فضل ماسك لي الكيبورد لغايه لما خلصنا التراك. انا برضو مره مش عارف في حفله في البدايات خالص بطاريه الجيتار فضيت، فاللي هو صوت مش طالع، اعمل ايه طيب؟ هغيرها ولا ايه؟ لا ده وعملت ايه وقتها؟ حفله عدت يعني. بقيت اغير اشيك على كل. انا في حفله في اسكندريه لما اتزحلقت، انا كنت بقى سخن جدا ومندمج وعايش اللقطه جدا والدور في اقرا الخبر، فبنط على البرتكاب لتوسي عشان احنا روك ستارز بقى نقفل مع بعض وكده، فطرت في الهواء نزلت، بكسب فكان وصلت. في جوخ على الارض ما كانش متثبت، فانا رحت متزحلق على الجوخ ورحت واقع على ظهري بالجيتار، وبعدين جيت اسند نفسي عشان اقوم، الحمد لله هاني كان قدام وعليه الفولو سبوت في اخر اقرا الخبر. اوكي، فبعد جيت اقوم رحت ساند على الميكانيزم اللي هو الحديد بتاع الدرامز، فكنت هوقع الدرامز كلها، يعني جيت اصلح المشكله، فكنت هغرق توسي معايا. لا بس مش فاكر قمت ازاي وكملت. مش فاكر قمت ازاي وكملت. بيعملوا هم ساعتها الحركات دي. وبعدين قلت الحمد لله الدنيا ضلمه عليا في ورا مع توسي، وكان بالصدفه الفولو سبوت على هاني. بعدين بنات اخواتي وعيلتي كلها شافتها وقعدوا يتريقوا عليا الليله كلها بس. ومره توسي استنينا 3 تراكات تقريبا في حفله كان عنده مشوار. طب لو طلبت منكم توصفوا بعض بكلمه واحده، كل واحد هيقول ايه على التاني؟ انا مش عارف هو ايمن طبعا. ممكن ايمن يبقى اسمها ايه؟ ايمان. بالظبط كده. هو اللي هو هيموت تحسيه ويبقى كاوتش أيقونة عربيه أوي، بعد تحسيه كده مش. مخه متركب كده مظبوط بره مصر. توسي يتقال فيه حاجات كتير عبر. يعني كفايه توسي. حافظ الاب يعني، حافظ يعني حنين وما يحبش ان هو حد يزعل من حد وكده، دايما هو بيعمل لنا بوند معين. لا ده اللي انا هقوله دلوقتي طبعا. صيام برضه، انا هكتفي ان هو صيام. بجد يا جماعه ثانك يو النهارده، والله العظيم اتبسطت قوي و it was a pleasure بجد. ميرسي. Thank you. الحياة